في فيديو بتاع النهاردة هنتكلم عن أسعار التلاجات فئة سعرية أقل من 20,000. بما أن السؤال ده اتسألني كتير جدا فقررت أعمل الفيديو ده علشان أفيدكم وأقول لكم إيه هي التلاجات اللي أقل من 20,000. يلا بسرعة تعالوا نبتدي الفيديو. أول تلاجة معانا هي تلاجة كريازي برايمر 2 باب نو فروست تربو 335 لتر، وسعرها 14,555 جنيه. طبعًا الأسعار ديّة على أمازون، إحنا حاليًا في شهر مارس. أمازون كمان عاملة عرض حلو أوي، خصم 20% لو دفعتِ بفودافون كاش، يعني دفعتِ بالمحفظة الذكية هيعمل لِك كمان خصم إضافي 20%. لأ وكمان عندهم خاصية التقسيط، فدي بقى سهّلت الدنيا خالص. تعالوا بقى نشوف التلاجة اللي بعد كده، وهي تلاجة برضه كريازي 370 لتر وب14.5 بس. رغم إن هي التلاجة دي أكبر من التلاجة التانية، عاملة كمان خاصية التقسيط زي ما قُلت لكم، وهتدفعي في الشهر 369 جنيه لمدة 60 شهر. تعالوا بقى نشوف التلاجة اللي بعد كده. التلاجة اللي بعد كده وهي تلاجة كريازي 10 قدم، سعرها 9,899، طبعًا لونها فضي. وكمان تقدري تقسّطي وهتدفعي 252 جنيه في الشهر لمدة 60 شهر. تعالوا بقى نشوف التلاجة اللي بعد كده. التلاجة اللي بعد كده معانا هي كريازي 18 قدم لونها فضي، سعرها 19,100. طبعا وتقدري تقسطيها برضو وتدفعي 486 جنيه في الشهر لمدة 60 شهر. ده بيبقى شكلها من جوه كده. طبعا كريازي معروفة بالسعة اللترية الكبيرة جدا، يعني كريازي من التلاجات الضخمة جدا، زي ما انتوا شايفين كده كبيرة جدا وواسعة جدا. تعالوا بقى نشوف التلاجة اللي بعد كده وهي تلاجة كريازي 2 باب نو فروست، 450 لتر وسعرها 19,420. تعالوا بقى نشوف لو هنقسطها هندفع كام؟ هندفع 494 جنيه لمدة 60 شهر. زي ما قُلت لكم يا جماعة الأسعار دي على أمازون، ولو اشتريتِ دفعتِ بفودافون كاش هيعمل لِك خصم 20%. تعالوا بقى نشوف التلاجة اللي بعد كده وهي تلاجة دي توشيبا 14 قدم، سعرها 10,709. لأ آسفة دي إلكتروستار. والتلاجة اللي معانا بعد كده دي يونيون إير، طبعًا لو عايزة الموديل فبتقدري تاخدي screen للشاشة، وكمان دي 16 قدم وسعرها 10,790 جنيه. التلاجة بقى اللي معانا بعد كده وهي تلاجة ألاسكا 10 قدم ب9,500، وتقدري تدفعي في الشهر 241 جنيه لمدة 60 شهر. طبعًا لو عايزة الموديل بتقدري تاخدي الشاشة screen. ده بقى شكلها من جوه زي ما انتم شايفين كده، بتبقى عبارة عن 3 رفوف وفي درج الخضروات والفواكه، ومفيش الدرج اللي بيبقى تحت الفريزر، والفريزر شكله زي ما انتم شايفين كده. تعالوا بقى نشوف التلاجة اللي بعد كده وهي تلاجة بساب 14 قدم، لونها فضي، وهم عاملين عليها خصم 6%، وكمان لو دفعتي فودافون كاش هتاخدي الخصم بتاع ال20%. ده شكلها من جوه زي ما انتم شايفين كده، عبارة عن 3 رفوف، برضو مفيش الدرج اللي تحت الفريزر، الباب فيه 3 رفوف برضو، والفريزر بتاعها زي ما انتم شايفين كده. بساب من التلاجات المتوسطة، مش هقدر اقولك عالية قوي ولا قليلة قوي. غالبا بساب بتبقى الموتور بتاعها بيبقى موتور LG. سعرها 10,860، وتقدري تدفعي في الشهر 276 جنيه لمدة 60 شهر. وطبعا كاتب لكم اهو ان خصم 20% من فودافون كاش، لو دفعتي طبعا فودافون كاش هتدخلي رمز وهيعمل لك الخصم على طول. دي بقى تلاجة توشيبا 338 لتر بمحرك انفرتر لون رمادي، وده رقم الموديل بتاعها.
تعالوا بقى نشوف التلاجة دي بكام. التلاجة دي سعرها 14,399 وفي منها السيلفر والبلاك والرمادي. تعالوا بقى نشوف التلاجة اللي بعد كده. التلاجة اللي بعد كده معانا وهي تلاجة بوش، آم، سعرها 17,999 جنيه. بوش أنا باعشق ماركة بوش على فكرة، باحس إنها ماركة يعني محترمة جدًا، المفروض إن بوش ألماني. السعة اللترية بتاعتها 363 لتر. طبعًا لونها فضي وفي منها كذا لون طبعًا أسود وفضي. ودي طبعًا الأبعاد بتاعتها لو عايزة تاخديها بتقدري تاخدي الشاشة screen. تعالوا بقى نشوفها من جوّه كده. هي عبارة عن 3 رفوف وفي رف كمان فوق الدرج بتاع الخضروات والفواكه. يعني بوش من الماركات المحترمة جدًا اللي أنا باحبها. سعرها 17,999 جنيه، ولو هتجيبيها بالقسط فهتدفعي في الشهر 458 جنيه لمدة 60 شهر. تعالوا بقى نتنقل التلاجة اللي بعد كده. يعني أنا بافضّل بوش جدًا، يعني لو سألتيني فهاقول لِك إن بوش ماركة ممتازة جدًا تجيبيها وأنتِ متطمنة. المفروض إن بوش ألماني، يعني ماركة عملت في وقت قصير سُمعة كبيرة جدًا، يعني تعادل LG وعايزة أقول لِك إن هي كمان ممكن تبقى أفضل من LG. تعالوا بقى نشوف التلاجة اللي بعد كده، ودي تلاجة توشيبا. السعة اللترية بتاعتها 411 لتر انفرتر، لونها رمادي. طبعا لو عايزة تاخدي رقم الموديل بتاخدي الشاشة سكرين. تعالوا بقى نفتحها ونشوفها من جوه. بصوا بقى من جوه ده شكلها كده، في موجود الدرج بتاعي اللي بيبقى تحت الفريزر، وموجود 3 رفوف منهم رف فوق الدرج بتاع الخضروات والفواكه. توشيبا في ناس كتيرة جدًا بتفضّلها. توشيبا كمان بتبقى ضخمة زي كريازي كده. طبعًا توشيبا زي ما أنتم عارفين بتبقى ضمان العربي، وفي ناس كتيرة جدًا بتشتريها عشان هي بتبقى ضمان العربي، يعني الضمان بتاعها محترم جدًا. تعالوا بقى نشوف التلاجة اللي بعد كده وهي تلاجة فريش 397 لتر، لونها أسود، في dispenser من برّه كده زي ما أنتم شايفين. طبعًا المقبضين بتاعها لونها فضي شيك جدًا، سعرها 16,990 جنيه. طبعًا هُم كده عاملين خصم 11%، وطبعًا لو اشتريتِ فودافون كاش هيعملوا خصم إضافي 20%. طبعًا كل التلاجات اللي أنا وريتها لكم دي انفرتر. يعني أهم حاجة في التلاجة اللي أنتم تشتروها تبقى انفرتر عشان ما تستهلكش كهربا كتير جدًا، زي ما أنتم عارفين الكهربا غليت جدًا، والسعر اللترية كمان تبقى مناسبة. التلاجة اللي معانا بعد كده وهي تلاجة باساب 303 لتر، لونها رمادي، سعرها 7,899، وهُم عاملين لها خصم 15%، وطبعًا تقدري تقسطيها. ده بيبقى شكلها من جوه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الرفوف متباعدة عن بعض جدا عشان لو عايزة تحطي حاجة عالية. هي عبارة عن رفين وفي رف فوق الدرج بتاع الخضروات والفواكه. وزي ما قلت لكم بساب من الماركات المتوسطة اللي بيقول عليها ان هي موتور LG، وتقريبا ده بيبقى سبب البيع بتاعها، ان في ناس كتيرة جدا بتثق في LG، فاول ما بيتقال عليها ان هي موتور LG فبيشتروها على طول. بس بصراحة انا عن نفسي مش بفضل ماركة بساب. طبعا تختلفي او تتفقي معايا، طبعا كلامك فوق راسي. تعالوا بقى نشوف الماركة اللي بعد كده وهي ماركة توشيبا 304 لتر. لونها رمادي زي ما انتم شايفين كده. طبعا في منها ألوان بيبقى رمادي أو سيلفر وأسود. سعرها 13,620 جنيه، وتقدري تقسطيها كمان وتدفعي 346 جنيه في الشهر لمدة 60 شهر، طبعا مع البنوك المختارة بتاعتهم.
في ميزة بقى كويسة جدًا إن لو المنتج مش عجبِك أو فيه أي مشكلة تقدري ترجعيه كمان مجانًا. دي بقى تلاجة زانوسي 370 لتر لونها أسود، سعرها 16,634 جنيه. تقدري طبعًا تقسّطيها وتدفعي 451 جنيه في الشهر لمدة 60 شهر. ده بيبقى شكلها من جوّه كده زانوسي. لو أنتم شفتوا الفيديو بتاع التلاجات اللي أنا كنت عاملاه لكم قبل كده، تقدروا تشوفوها live يعني. هي بتبقى لونها أسود من جوّه مش بتبقى بيضا، وكمان بيبقى داخل فيها الstainless بتبقى شيك جدًا ومن الماركات المحترمة جدًا. دي بقى تلاجة Union Air 16 قدم ديجيتال 370 لتر سعرها 13,999 جنيه. يعني حاولوا تبعدوا عن Union Air وباساب يعني. بلاش الماركتين دول عشان بيبقى فيهم مشاكل كتير، ودي وجهة نظري أنا. يعني لو اقتنعتِ بيها يبقى كويس، لإن دي الماركتين دول بالذات بيبقى فيهم مشاكل كتير، فأنا مش من مُحبّينهم بصراحة. ده بيبقى شكلها جوّه الdesign بتاعها بيبقى رائع، وهي بتبقى شكلها حلوة جدًا، وده أكتر سبب Union Air بتتباع علشانه، الشكل بتاعها بيبقى مُبهر فعلًا، لكن كجودة قليلة. تعالوا نشوف بقى التلاجة اللي بعد كده، دي تلاجة LG. اليد بتاعتها مجوّفة 309 لتر، بتبقى 11 قدم وسعرها 16,990 جنيه. ده بيبقى شكلها جوّه طبعًا LG من الماركات اللي لا غبار عليها، يعني من الماركات المحترمة جدًا. التلاجة بقى اللي معانا بعد كده وهي تلاجة تورنيدو 386 لتر، لونها فضي، 2 باب no frost، سعرها 16,429 جنيه. التلاجة بقى اللي معانا بعد كده وهي تلاجة فريش 397 لتر لونها أسود، طبعًا بشاشة ديجيتال، سعرها 16,900 وبرضه فريش من الماركات اللي أنا باحبها جدًا. التلاجة اللي معانا بقى بيكو 430 لتر stainless steel، سعرها 20,490. أنا عارفة إن أنا كده كسرت ال20,000 بس يعني دي 500 جنيه، ولو اشتريتِ بفودافون كاش هيعمل لِك خصم 20%. ده بيبقى شكلها كده. المفروض إن هو عامل لِك خصم 10%. آآ دي بقى تلاجة كريازي سعرها 14,555 جنيه. وزي ما باقول لِك لو عايزة ترجّعي أي منتج الترجيع مجاني ما فيش أي مشكلة. يا رب يكون الفيديو بتاع النهارده استفدتِ منه. عايزة أقول لكم حاجة أخيرة قبل ما الفيديو ينتهي، أتمنى إن يكون الفيديو عجبكم. أشوفكم على خير.